السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ابدا الفيديو حابه اقولك لو انت اول مره تشوفي قناتي وعجبتك ياريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله، وكمان تكتبي لي كومنت حلو كده عشان اعرف ان انت جديده واخش ارحب بيكي. يلا بقى نبدا الفيديو، نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصوا بقى، النهارده تاني يوم في رمضان، كل سنه وانتم طيبين. بصوا بقى، أنا النهارده هعمل ايه؟ هعمل معاكم روتين كده من اول ما اصحى من النوم لحد الفطار ان شاء الله. بصوا بقى، انا صحيت يعني متاخر كده شويه قرب الصلاه كده. النهارده طبعا الجمعه، فقمت بقى ما عملتش اي حاجه، استنيت بقى الجمعه واتوديت بقى وصليت وكده. بس بقى يعني انا بدأت يومي في الشقه وفي الحاجات اللي انا هعملها زي ما هتشوفوا دلوقتي من بعد الصلاه. بصوا بقى، انا اول حاجه قلت اعملها ابدا بيها، انا امبارح بعد الفطار وبعد السحور يعني خلصت المواعين وخلصت الدنيا امبارح وظبطت المطبخ. بس غسلت المواعين بس. وانا النهارده بقى صاحيه، قلت قبل ما اخش المطبخ قبل ما اعمل فيه اي حاجه، لاني كنت ناويه اعمله يعني اكنسه واروقه وكده. قبل ما اعمل اي حاجه اخلص بره الاول عشان اخش بقى جوه ايه، اعيش براحتي بقى ايه طول اليوم. عشان هنا بقى الولاد لما يقعدوا بقى يقعدوا في المكان نضيف وكده، واظبط الدنيا يعني قبل ما ادخل. اول حاجه هعملها ايه، هروق بس كده الركنه، كنب الركنه يعني كده على الماشي. هنفض بس يعني اشيل الفرشه وانفض اللي عليها وارجع احطها تاني، واحط المخده ارصها وكده وخلاص على كده. مش هشيلها بقى الركنه كلها من تحت وكده. انا عامله الصاله قبل رمضان بيوم، بس مصورتش معاكم يعني. انا كنت مسحه الصاله مروقاها وفرشه الفرش نضيف وكل حاجه قبل رمضان بيوم. فيعني كل الدنيا من حواليا نضيفه وكل حاجه، بس فاضل بس ان انا ايه يعني اظبطها كده بس مكان مطرح ما احنا بنقعد، لان انتوا عارفين ان احنا قعدتنا كلها فيها ففيها الهلك كتير يعني. فقلت بس اظبطها من قبل ما اعمل اي حاجه. هبدأ بقى بالكنب واعمله، اظبطه من فوق، وهكنس بس الارضيه. هشيل السجاده وهكنس بس الارضيه من تحتها، مش همسح ولا اي حاجه، هكنس بس واحطها هي تاني. انا شلت الحافظه غسلتها وعنتها بصراحه، حطيتها في الدولاب وقلت لا مش لازم احطها تاني، خلاص بقى الجو يعني حر مش زي الاول يعني. وكده كده خلاص على العيد ان شاء الله هشيل السجاده وهغسلها وكده يعني، فايه ملهاش لازمه بقى الحافظه وايه تتبهدل بقى وخلاص عقبال بس العيد. وان شاء الله كده هشيلها واغسلها وبحطها ايه على نظافه وكده. بصوا زي ما قلتلكوا انا هكنس بس مش همسح يعني ولا اي حاجه. عايزه اقولكم ان الجو النهارده حر يعني صيف، يعتبر صيف. انا مش عارفه الجو عامل كده ليه، بس بقى بيجي بالليل سقعه. يعني النهارده طول النهار حر، وجي بالليل بقى مطر. السما كده نزلت شويه مطره حلوين كده، مش عارفه سبحان الله، سبحان من غير الاحوال. فالجو يعني قالب اليومين دول، شوية حر على شوية ساقعة، مش عارفين هي الدنيا هتتظبط امتى والجو هيتعدل امتى. قولولي بقى انتوا متلبسين عيالكوا ايه بقى في الفترة ديت؟ يعني صيفتوا ولا لسه لابسين نص نص يعني، ولا مصيفين ولا مشتيين ولا عاملين ايه؟ انا عن نفسي بلبس عيالي في الشتاء نص واتنين كم والترنج ده. انا بلبس كده، بلبسهم كده على طول في الشتاء. لما بيجي القرب بقى الصيف يعني بنزل حته حته، بنزل حته حته لحد الصيف، مش بقلع كله مره واحده ويتعبوا مني، لا بنزل حته حته. يعني مره انزل حته كم، مره انزل حته تانية كم، مره انزل النص يبقى مكانها قط بس والترنج كده بتقلي لحد وهكذا يعني لحد ما يجي ايه الصيف وصيف خالص. فقولولي بقى انتوا عاملين ايه وملبسين عيالكوا كام قطعه وعاملين زي ولا ايه؟ انا بصراحه كل ما اقول اصيف لهم الجو حر بالنهار، باجي بالليل الاقي الجو لا بلاقي الجو ساقع بجد. يعني اقول لا اصيف لهم ازاي دلوقتي؟ انا هفضل لحد العيد مش هصيف لهم. مش عارفه بقى الجو هيبقى عامل ايه، بس برضو الجو هو اللي هيحكم. سوري، الجو برضو هو اللي هيحكم، مش انا اللي هقول يعني ايه اللي هيحصل. فعرفوني بقى انتوا ملبسين عيالكوا كام كده وكده. بصوا بقى، انا خلصت الصلاه
الركنة من برا كنست زي ما قولتلكوا بس، وحطيت السجادة زي ما هي. دخلت بقى على المطبخ انا كنست وجيت احط السجادة، ببص لقيت المقطع اللي انا كنست فيه اصلا مش اتقطع، مش عارفة ازاي، زي ما بيحصل معايا كتير يعني كالعادة. المهم ان انا كنست المطبخ وحطيت السجادة نضيف. انا امبارح زي ما قولتلكوا غسلت المواعين بس ما عملتش اي حاجة في المطبخ غير اني غسلت المواعين بس. كنت طبعا بقى يعني طول اليوم بقى هلكانة وكده وكان صيام، فما عملتش اي حاجة، انا غسلت المواعين وقعدت. النهارده بقى قلت لا انا هكنسه والمع بقى الرخامات وكده. وزي ما انتوا شايفين الحوض كان فاضي والمواعين كانت بتتصفى من امبارح. طبعا انا ما جيتش جنبها لاني لسه ما عملتش اكل ولا عملت اي حاجه، فلسه ما رصيتش المواعين ولا عملت اي حاجه فيها، كنت سايباها زي ما هي. وكنست المطبخ وفرشت كده السجاده على نضيف، وهبدا بقى اشوف انا هعمل ايه. بصوا انا هعمل ايه عشان تبقوا ماشيين معايا. اول حاجه انا غليت اللبن عشان عايزه اعمل زبادي بالفراوله، فانا حطيته على البوتاجاز يغلي براحته، وقلت استغل الوقت اللي هو بيغلي فيه لان هو كان متلج، فكان يعني هياخد وقت عقبال ما يغلي يعني وكده. فقلت عقبال ما يغلي هعمل ايه، هعمل جلاش حلو. انا جبت لفة جلاش وقلت اعملها كده جلاش حلو يعني مسكر، نحلي بيها بعد الفطار وكده. طبعا انتوا عارفين الجلاش دوت يعني انا بعشقه وبعمله هنا كتير جدا، وعملته وريتكم يعني طريقته كذا مرة في كذا فيديو، حتى في فيديو منفصل لوحده للطريقة لوحدها، بس انا هقولها لكم كده على السريع اللي ما شافش يعني الفيديو. اول حاجة بجيب لفة الجلاش، بقسمها على 2، يعني مثلا لو اللفة 10 بقسم مثلا 5 و5، لو 14 مثلا 7 ورقات و7 رقات. اول 7 بلفهم كده زي ما انتوا شفتوا. بعد ما بلفها كده زي ما قلتلكوا بقطعها كده سمبوكسات، وبعد كده بقى ارصها في الصينية بالشكل دوت. يعني رصيت كده اللفة كلها معايا في الصينية. بعد ما خلصتها ورصيتها حطيت نص كوباية سمنة سيحتها على البوتاجاز، وحطيت عليها ربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر، عشان البيكنج باودر هو اللي هينفخ معايا الجلاش، بس ما تكتريش عشان ما تكتريش يعني عن ربع معلقة عشان ما يمررش معاكي. بس كده حطيت بقى السمنة على البيكنج باودر وقلبتها كلها نزلت بيها على الجلاش. انا عملت بالفرشة دلوقتي ليه، لان في يعني في جلاش مش واخد السمنة، فباخد السمنة كده من ارضية الصينية، وابدأ بقى احط على اوزع السمنة على كل الجلاش اللي معايا عشان ما فيش جلاش يبقى مفيهوش سمنة. وهدخله بقى الفرن على درجة حرارة 180 الرف اللي تحت لحد بس ما يحمر من تحت، وبعد كده اطلعه على الشواية. تمام كده. هو دلوقتي في الفرن، وهو بقى قلت استغل برضو وهو في الفرن هعمل ايه. اللبن بقى كان خلاص خلص معايا وكان دافي كده. بعد برضو ما صورت الطريقة اللي انا بعمل بيها الزبادي، برضو المقطع اتحذف مني. المهم يعني هقول لكم بتعمل ازاي، هو سهل جدا. كيلو اللبن عليه كوباية زبادي بلدي وبس. لو انت عايزه تعملي كده زبادي بلدي بس كده ساده، عايزه تعملي بالفراوله حطي عليه باكت ايس كريم بالفراوله واي نوع انت عايزاه. انا عملته بالفراوله. انا على طول بصراحه بعمله ساده، زبادي بلدي يعني ساده، بس اول مره اعمله بالفراوله قلت اجربه عشان ساجده يعني بتحب بالفراوله ما بتحبش بالساده وكده، فقلت اجرب يعني مش هخس حاجه يعني مش هخسر حاجه وهشوف هيبقى عامل ازاي، قلت اجربه معاكم. بس كده. والباكت الفراوله زي ما قلت لكم حوالي 4-5 معالق سكر بودره. ده كله طبعا انا كنت مصوره بس المقطع اتحذف. وبعد كده قلبتها كده بالمعلقه شويه وبعدين ضربتهم في الخلاط. هجيب معايا بقى الكوبايات بتاعتي احطها في الصينيه كده ارصها بطريقه كده حلوه، وهبدا انزل بالزبادي بتاعي في الكوبايات كلها واصبها. وبعد كده اجيب ميه مغليه احطها ربع الكوبايه كده، يعني اجيب ميه مغليه احطها في الصينيه اللي انا وريتها لكم ديت. وطبعا اكون مشغله الفرن، انا كنت مشغله الفرن اصلا على الجلاش، كنت بعمل الجلاش وقفلت عليه زي ما انتوا شفتوا. وبعد كده بقى احطه في الفرن واسيبه اقل حاجه 5 ساعات، من 5 ل6 ساعات. فانا عملته زي ما قلت لكم كده. ان شاء الله هوريهولكم الفيديو الجاي، لان طبعا الفيديو ده مش هيلحق يكون يتعمل، انا لسه عاملاه من النهار يعني قرب العصر كده. فان شاء الله لما نيجي اطلعه على السحور بوريهولكم يعني، واوريكم شكله عامل ازاي ان شاء الله. بس كده بقى، وهسيبه بقى في الفرن ومش هفتح عليه بقى دلوقتي خالص. هبدأ بقى اعمل الاكل بتاعي. هعمل ايه، انا كان عندي الاكل بتاع امبارح
الاكل يعني كان بايت من امبارح زي ما قلت لكم، مش بايت. انا كنت عامله حلتين محشي، حله فطرنا بيها امبارح، والحله التانية كانت لسه موجوده. والله الحله اصلا بتاعت امبارح يعني اتبقى منها اساسا. فطبعا زي ما انتوا عارفين في الغلا اللي احنا فيه دوت يعني مش هنرمي الاكل ولا كده. يعني حاجه زي كده مثلا باقيه من الاكل. طبعا احنا في الصيام، فاحنا بنحط الاكل من هنا ونشرب كوبايه العصير وخلاص على كده، ما بنعرفش ناكل تاني. زي كل الناس، يعني كل الناس اكيد بتعمل كده زي. فكان الاكل بقى كان متبقي كتير، المحشي كان متبقي والكوسه والفلفل بتوع امبارح وكده. فسويت بقى حله جديده النهارده، يعني علقت عليها. انا دلوقتي معلقه عليها. قلت يعني تستوي كده قبل ما اخلص اعمل السمبوسه. فهعمل جنب بقى الاكل بتاع امبارح على حله المحشي الجديده بتاعه النهارده. هعمل ايه بقى؟ هعمل ملوخيه، هزود عليهم ملوخيه، كمان هعمل سمبوسه. فانت عودي نفسك كده، يعني في اكل مثلا زي كده بايت من قبلها بيوم، اعمليه وسخنيه، واعملي بس صنف كده جنبه، صنفين حاجات كده سريعه مش مكلفه وفي نفس الوقت عشان متبقيش كلفتي نفسك كتير يعني وما تأثريش على الميزانية بتاعتك. وفي نفس الوقت عشان هما بيبقوا صايمين، فعايزين بقى ياكلوا كده لما يلاقوا الاكل بايت هو، فمش هيرضوا ياكلوا. لكن لما يلاقوا صنف جديد كمان معاهم، هيتشجعوا ان هما ياكلوا كده. حتى انتي برضو، يعني انتي برضو نفسك هتبقى عايزة تاكل حاجة تانية، لسه واكلة الاكل ده امبارح، والصيام بيبقى عايز اكل وكده. بس بقى فزي ما انا قلتلكوا الاكل عملت عليه حاجات تانية. فدلوقتي انا هعمل سمبوسة. انا طبعا مش هعملها باللحمة، لان هعملها باللحمة اولا احنا مش بناكلها كتير باللحمة، بتبقى بحس كده ان جواها زيت قوي، وانا بقليها في زيت. يعني اللحمة ببقى معصجاها في زيت وكمان بقليها في زيت، فبحس ان هي بتنزي كده كلها زيت. فبحب اعملها يعني بالجبنة احسن، يعني احنا بنحبها بالجبنة احسن وبتبقى اخف يعني. فانا هعمل دلوقتي هقلي السمبوسة، وكمان معلقه. بصوا انتوا شايفين الحلل كلها طلعتها من التلاجة. قلت بقى اشوف بقى الاكل اللي موجود وكله ايه هسخنه. اكيد ده بيحصل عند كل الناس، واكيد ده حصل عند كل الناس النهارده، يعني النهارده بالذات. لان اكل اول يوم بيبقى كتير جدا، وكمان لو عازمه حد وكمان فالاكل بيبقى زايد. بيتبقى عندك كتير، فطبعا بقى مش هترمي الاكل ده يعني، فحرام. فبتطلعي بقى وبتسخني بقى كل الاكل من تاني. حتى كمان في نوايب من امبارح يعني. طبعا اللي انا كنت عامله فرخه، فطبعا انا وجوزي بس اللي بناكل، والعيال اللي هو يعني بينقنقوا كده. فطبعا كان في نوايب زايده. هبدأ برضه احمرها واحطها جنب الاكل. في يعني يعتبر انا كنت عامله الاكل امبارح كده كفاني على يومين الحمد لله. بس كده زي ما قلت لكم انا مطلعه الحلل. الحله اللي هي اللي جوه خالص ديت المحشي اللي هو بتاع امبارح بسخنه، واللي قدامها الحله اللي هي بتاعه المحشي النهارده اللي هو لسه يعني طازه يعني. برضو قلت اسيبه برضو احطه قدامه يستوي عقبال المغرب. انا بدأ الكلام ده كله الساعه كام؟ بدأت من اول السمبوسه كده كان الساعه 5، قبل المغرب بساعه، وقلت هعمل حاجه براحتي وكده عقبال المغرب. إيه كمان لا اله الا الله. كمان طلعت لسان العصفور. برضو اللي هي اللي قدام ديت اللي قدامكم، برضو عشان اسخنها في الاخر خالص، اسيبها في الاخر. دلوقتي بقى هعمل هعمل الملوخيه. انا خلاص دلوقتي السمبوسه خلاص حطيتها على جنب. هعمل بقى وراها الملوخيه. هحط بقى، هجيب حله صغيره، اصغر حله عندي. انا الطمي ده اصلا مفيش الا الحله دي اساسا يعني. المهم يعني، فهجيب بقى حبه، احط كبشتين شوربه كده واسيبهم يغلوا. وبعد كده هنزل بالملوخيه بتاعتي، وهبدأ بقى اضرب بيها كده في الخلاط لحد ما تختلط كلها في الشوربة مع الشوربة يعني. وبعد كده بقى هعمل الطشة لوحدها قدام. طبعا انتوا عارفين السمنة على توم على كزبرة ناشفة. وبعد كده اقلب كل دوت مع بعضه لحد ما تحمر معايا، وبعد كده انزل بيها على الملوخية. طبعا دي طريقة الملوخية عند كل المصريين يعني. كانت ريحتها والله كده كانت مفحفحة، وكانت ريحتها حلوة قوي. بس كده انا خلصت الملوخية. هبدأ اعمل تاني؟ هحمر بس الفراخ و... وبرضه هطلعها. وطبعا بقى المحشي معايا بيسخن، واخر ما اسخن المحشي واخلصه هحط بقى اللسان العصفور تسخن معايا. يعني بقى اللسان العصفور بخليها في الاخر خالص، مجرد بس ان هي تسخن وخلاص على كده. وهبدأ بقى ارص الصينية بتاعتي واحط الكوبايات واظبط الدنيا، عشان يبقى بس على العصير على طول، على الصب على طول. وخلاص على كده. انا دلوقتي انا بجهز يعني في الوقت الحالي ده، انا بغرف الاكل وجوزي راح يصلي المغرب.
فبستناه بقى عقبال ما هو بيصلي ويجي الجامع يعني قريب مننا وكده، فاكون انا بقى خلصت الاكل وكده، عقبال ما بغرف واصور معاكم بيكون هو جه يعني وكده. بصوا بقى المحشي ده المحشي لسه هغرف المحشي التاني، بس ما صورتوش معاكم بقى لاني قلت بصراحه اخليه على اخر يعني لحظه كده قبل ما يجي، عشان يبقى سخن كده وموحوح كده يبقى طعمه حلو. ودوت المحشي اللي هو اللي كان موجود من امبارح. وكمان بقى غرفت العصير. أنا كنت عامله عصير، نسيت اقول لكم، عملت عصير مانجا ومانجا بيتي كنت مفرزاها قبل كده معاكم. وعملت كمان جنبها عصير تمر. التمر ده عندنا يعني بيعشقوه هنا العيال وكلنا بنحبه يعني بصراحة، فلازم اعمله واعمل جنبي اي صنف تاني عصير تاني يعني وكده. بس كده بقى، وغرفت الاكل وغرفت الكوسه والفلفل وغرفت الملوخيه ولسان عصفور والسمبوسه، وحمرت الفراخ زي ما قلتلكوا والمحشي. وده كان في فطارنا النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، بس ما تنسيش لو عجبك يا ريت تدوسي لايك، وان شاء الله استني فيديو جديد. مع السلامه.